الدراري، خليكم مع القصة نتاع آمين ونحكيها لكم باسم تاع رشيد. أنا سميتي رشيد، بدات حياتي في واحد البلدية وكبرت في وسط واحد العائلة اللي لاباس عليهم ما خاصهم خير. كبرت أنا وجوج ديال خوتي وأنا الثالث. كانت عندنا 3 ديال الأراضي وكنخدمو عليهم وكناكلو منهم طريف ديال الخبز، حتى لواحد النهار لقيت واحد بنت الناس عجبتها وعجباتني، وتما قررت نكمل معاها حياتي. مشيت لدارهم وخطبتها وتفاهمنا مع والديها، قبلوا بينا وكبروا بينا. بقيت كنخدم في الأرض ديال الوالد ديالي حتى جمعت راسي وقررت أنني ندير شي حراسية اللي فيها تاركة. مشيت للدار ديالنا وعلمت والديا يمشيو معايا باش نحدد الوقت ديال العرس، واتفقنا وشدينا الطريق للدار ديال نسابي. وحنا غاديين وخويا الكبير هو اللي سايق بينا طوموبيل. شوية تخرج لي قدامنا واحد النعجة، خويا بغا يهرب عليها، دور الفولو لجهة اليمين وحنا ندخلو في واحد الشجرة. انا راكب حتى خويا القدام موقع ليا والو، خرجت كنجري باش نطلع على والديا. فتحت الباب اللور لقيت الوالدة مقيوسة في نيفها، ولقيت الوالد مضروب براسو. دارت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير. بنت لي واحد الطوموبيل جاية، وقفت ليها في الطريق قلت له حبس حبس، وقف. قلت له الله يرحم الوالدين سيدنا الطبيب، راهم ضرورين والديا بزاف. كان ولد الناس ونزل وهز معايا الوالدية، هز الوالدة موقع ليها والو، ناضت مشات للطوموبيل بوحدها، والوالد مسكين كان مقيوس في راسو غيب. جاز معايا وطلعنا للطوموبيل. ما وصلنا للطبيب دارت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير. الوالدة مسكينة موقع ليها والو، والوالد ديالي جاه نزيف داخلي في راسو. وتما قلت للوالدة فيها خير فيها خير. خرجت لبرا نشم الهوا ونتكالما شوية حتى كنسمع الغوات والصداع، ودخلت كنجري. وتما كفينا تكون الصدمة الكبيرة، لقيت الوالدة تما